السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير؟ كلشي مزيان؟ صحتكم لاباس؟ كنتمنى تكونوا بخير واموركم هانيه. فيديو جديد ونهار جديد. اليوم جيت نهضركم على واحد الموضوع حتى هو مهم، اللي هو سكر الحمل. سكر الحمل ما غاديش نطرق للام لانه موضوع كبير وفيه ما يتقال، ولكن انا بما انني كنهضر على الرضيع فغادي نهضر على التاثير ديالو على الرضيع. يعني ملي كيكون البيبي كيخلق البيبي من ام عندها سكر الحمل او ديابيت جيستاسيونيل او من ام عندها ديابيت يعني دوفيس، كيخصو واحد المراقبه خاصه. خاص ساعه من بعد الولاده ناخذوا له يعني نقيسوا له نسبه السكر في الدم، ناخذوا الديكسترو في الغالب، لان كنخافوا من لي زيبوغليسيمي، لان في الغالب هاد الاطفال هادو كيديروا لنا لي زيبوغليسيمي او السكر كيطيح لهم. دونك كنراقبوا، والا كان عندنا يعني نسبه السكر من 0.40 لتحت كنحاولوا يعني 0.30 0.36 كنحاولوا نمشيو نزربوا ونعطيوه الجلوكوز او السيروم جيديس باش نطلعوا نسبه السكر بسرعه، عاد نديروا له نوجدوا لي بيبون ديالو باش السكر يطلع لنا. يعني في هذه الحاله واخا حنا كنشجعوا الرضاعه الطبيعيه، ولكن دابا حنا مضطرين باش نعطيو لو لي ارتيفيسيال. علاش؟ باش ما يزيدش يهبط له السكر لا قدر الله ويوقع له شي حاجه ما مزياناش. دونك كنعطيو هذاك لو بيبون، ومن بعد ساعتين عاوتاني كنقلبوا. يعني كتتم المراقبه ديال هذا السكر النهار لي 24 الاولى كل ساعتين، حتى كنحصلوا على واحد دو شيفخ مزيانين. يعني شنو هما لي دو شيفخ مزيانين؟ يعني من 0.60 الفوق 0.60 0.58 0.50. يعني من 0.50 الفوق كتكون عندنا جوج مرات كنلقاو دو شيفخ مزيانين. ماشي كنتوقفوا على قياس نسبه السكر، ولكن كنسباسيو شي شويه. يعني ما كيبقاش توت لي 2 اور، كتولي توت لي 6 اور، يعني لي 24 اور الاولى، حتى باش نطمئنوا على الطفل ديالنا من انه يدير لنا لا قدر الله شي ايبوغليسيمي اللي هي خايبه وما ننتبهولهاش. هادشي بالنسبه للام اللي عندها ديابيت جيستاسيونيل. مي هادشي هذا يمكن له يوقع حتى لي بيبي ماكروزوم. يعني البيبي ماكروزوم اللي كيكونوا كبارين في البوا 4 كيلو 4 كيلو كالك، ولا لي بيبي اللي ايبوتروف اللي كيكونوا صغيورين قلالين، حتى هما نفس لا بروسيدور كنديروا. يعني كنراقبوا نسبه السكر كل ساعتين وكنعطيوه يرضع كل ساعتين. بالنسبه للرضاعه الطبيعيه قلنا الى يعني طلع لنا السكر من فوق 0.40 0.46 كنحاولوا نعطيو هذاك الساعه الكوليسترول، لانه سبحان الله كيقاد لنا السكر بواحد الشيء غريب، احسن من الرضاعه، يعني احسن من البيبون، يعني من لي ارتيفيسيال. هذا الشيء اللي يمكن نقول على هذا الموضوع هذا باختصار، لان الا جينا ندخلوا في التفاصيل وهذا ما غادي يقتلنا الوقت. المهم انا غير كنبغي نقربكم شويه من الموضوع بواحد الطريقه اللي تقدروا تفهموها وتردوا بالكم منها. هادشي كامل على باش نحافظوا على الصحه ديال وليداتنا، الله يخليهم لينا. كنتمنى نكون وصلت الفكره، والى موضوع اخر ان شاء الله. خليتكم على خير.